اكيد الواحد خلي معاك. الواحد بيهدي الفوز ده اكيد لجمهور الاسماعيليه يعني، اللي انا واحد منهم يعني. سعيد جدا جدا جدا. اتفضل يا كابتن اتفضل. سعيد جدا 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 الحمد لله. انا قلت قبل كده الحمد لله رب العالمين، يعني التوفيق من عند ربنا قبل اي حاجه يعني، وجهد غير عادي للعيبه، والحمد لله رب العالمين. انا شايف احنا الافضل والاحسن. يمكن الطاقم الثاني انا شايف انها واحده بدنيه انا كنت بعاني منها اول ما جيت الفرقه يعني. حاولت بقدر الامكان في الوقت القليل اللي انا مسكت فيه الفريق ان انا الى حد ما تعلى بنسبه بسيطه يعني، لكن كنت متوقع في الشوط الثاني طبقا للاداء البدني والتغييرات اللي كان هيعملها ميدو، كنت متوقع ان هو الشوط الثاني هيبقى الافضليه يعني. لكن انا شايف ان احنا الاحسن واحنا الافضل، والحمد لله رب العالمين جايبين كوره في عارضه وجايبين اكتر من كوره مضيعينها. فانا شايف ان احنا المفروض نكسب اكتر من هدف النهارده الحمد لله يعني. كابتن حساباتك النهارده كانت في المباراه، وهل توقعت الفوز بصراحه يا كابتن خير؟ والله توقعت ان الاداء هيبقى افضل، والحمد لله رب العالمين. انا شايف يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا اتفضل يا كابتن اتفضل. كنت متوقع الاداء هيبقى افضل يعني. الحمد لله انا سعيد جدا جدا بان الشكل اتغير وفرح جمهور الاسماعيليه ده عندي بالدنيا يعني. بيصور لحضرتك يا كابتن السمسميه والاجواء الجميله طبعا يعني حسيت ان اللي جاي افضل. ده ابن بلدنا، ده ابن بلدنا، انت بلدنا ومشرفنا. حاسس اللي جاي بالنسبه للنادي الاسماعيلي ازاي يا كابتن الشكل؟ اللي جاي صعب برضه يعني، ما زلت بقول يعني محتاجين شغل كتير جدا جدا خاصه في النواحي البدنيه. اتمنى باذن الله تعالى تبقى مباراه الزمالك زي ما قلت قبل المباراه بدايه لرجوع الكره الجميله بتاعت النادي الاسماعيلي. ايه اللي حضرتك اشتغلت عليه النهارده في فرقه نادي الزمالك؟ النواحي النفسيه والى حد ما النواحي البدنيه بصفه قليله جدا جدا جدا. يعني فكرت في ايه يا كابتن قبل المباراه؟ يعني كان حسابات حضرتك بشكل بامانه اقول لك حاجه يا ابني اسماعيليه يعني هو بامانه يعني شعب اسماعيليه يعني، كنت واحد منهم فبالتالي عاوز افرحهم. السنه اللي فاتت كلها بطل اسماعيليه، الاداء سيء، ده بطل اسماعيليه يا شريف. الحمد لله رب العالمين الحمد لله سعيد جدا. يعني في مجموعه من الغيابات النهارده يا كابتن ما اثرش على حضرتك؟ كريم بامبو وشريف عبد القادر، الغيابات دي امور عاديه جدا جدا وبعرف اتعامل معاها يعني الحمد لله رب العالمين. يعني حابب تقول ايه بقى في الفتره الجايه كابتن الجمهور؟ مبروك واتمنى باذن الله الاستمرار مره ثانيه باذن الله تعالى. مجموعه من اللقاءات اخرى يعني مع زميلي احمد فاروق جعفر والكابتن احمد